بص الريفيو ده. مبدئيا كده ما كنتش عارفه ايه هو البومبوم والبونبون ده، بس كفته فشيش عاملين اختراعين 3 4 جامدين. ما دام اتبعت لي شور الريفيو فاحذروا من الريفيو. وما تنساش اديني قلبك، اديني قلبك، خد قلبي. جرب الاختراعات الجديده اللي هي البونبون والبونبون. بونبون اسمع صح علشان انت ودنك بتودينا في داهيه، خلي بالك. البونبون مش يعني فاهم. عارفين الكفته اللي كنا بنسرقها في البيت قبل ما تنزل في الصلصه، بتاكلها كده قبل ما تنزل في اي حاجه؟ هي دي. بس قبل ما نبدا ما تنسوش ان الاكل اذواق، السمك صحاب مش طواجن، وانا مش فود بلوجر، انا جاي اهزر. البونبون ودي كفته رز كده كما قال الكتاب، صغيره ومقرمشه وطعمها تحفه. حاسس ان انا عاوز اكلها زي كريم عبد العزيز في الفيل الازرق. بسم الله. لا مؤاخذة بس انا مش هسيبها، لازم اعمل الحركه دي. لذيذ والله الكفته دي حلوه، بس لو يغيروا اسمها بدل البونبون ده اسمي مريب شويه. البونبون بقى هو ممبار بايتس تتبيلته حلوه قوي. نجرب البومبار بقى بالمره. بسم الله. البومبار سيكا سبايسي والتتبيله بتاعته حلوه، بس كان محتاج يبقى من بره مور كريسبي اكتر، يعني فاهم، عاملين زي الماتشا، فاهمين قصدي. الحواوشي رول ده اختراع حلو جدا، مليان لحمه كده وحلو قوي. المفروض بيبقى محروق قوي كده في العادي ولا ايه؟ بس هو شكله غريب. بسم الله. الهبل ده جامد فشخ. انا كنت عامل حسابي ان انا اتريق. عارف بقى هو طعمه مودي ايه؟ مش للحواوشي المصري بتاعنا، للحواوشي الاسكندراني. وكالعاده لو محدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم، فانا بحبكم.